أهلا بيكم في كورس التسويق العقاري عبر إعلانات ميتا من ستيت إديوكيشن. المحاضرة اللي فاتت حددنا مكان العميل وسنه ووقفنا عند الاهتمامات. النهاردة بقى هنكمل بعد ما حددت المكان والسن تختار أنهي نوع جمهور وليه. خليني بقى أبدأ معاكم بشوية أسئلة، لو عرفنا نجاوب عليهم صح نتائج الحملة هتفرق معانا 180 درجة. أول سؤال وأهم سؤال، أسيب ميتا تدور على العميل براحتها ولا لازم أحدد لها اهتمامات؟ ولو استخدمت الاهتمامات أوسّع الاختيارات والّا أضيّقها؟ وإمتى بقى التضييق بدل ما يساعدني يضيّع العميل منّي؟ ولو عايز أوصل للمصريين اللي عايشين في السعودية أو الإمارات، أعمل إيه بالضبط؟ طب الناس اللي شافت فيديو مشروع معيّن أو تفاعلت مع بوست معيّن أو فتحت الفورم بس ما كمّلتش، أرجع أكلّمها تاني إزاي؟ أرجع لها بإعلان شكله إيه؟ وآخر سؤال بقى بيهم كل شركات التسويق والتطوير العقاري، هل الجمهور اللي جاب أرخص ليد هو فعلا أحسن جمهور؟ ولا ممكن يكون جاب لي أرخص صداع لقسم المبيعات؟ في المحاضرة دي والمحاضرات اللي جاية هنرد على كل الأسئلة دي واحدة واحدة، وهنفتح مع بعض اد مانجر ونشوف الكلام ده بيتعمل ازاي. لكن قبل ما نفتح اد مانجر ممكن نبص على الصورة دي مع بعض. الصورة دي هتسهل علينا المحاضرة كلها والمحاضرات اللي جاية كمان. بس قبل ما تختار أي اختيار من الأربعة دول لازم تفهم معناه إيه وتختاره ليه وإمتى. أول مربع عندنا هنا هو الجمهور اللي إحنا بنقول عليه برود. يعني إيه؟ يعني جمهور واسع. واسع هنا مش معناه إن إحنا هنفتح الإعلان على البحري ونقول اللي عايز شقة يتفضل، اللي عايز فيلا أهلا وسهلا. واسع هنا معناها إن أنا بسيب خانة الاهتمامات فاضية زي ما عملنا المحاضرة اللي فاتت. طب وده بيفيدني في إيه؟ بيفيدني إن أنا بدي ميتا مساحة أكبر تدور على العميل جوه المكان اللي أنا محدده. لا مش فاهم، يعني لو أنت مثلا محدد القاهرة الجديدة، ميتا بقى هتدور جوه القاهرة الجديدة بس مش هتطلع بالإعلان تلف بيه الدنيا. طب أختاره إمتى؟ أختاره لما أكون لسه بادئ جديد، لسه بعمل حملات جديدة، لسه الشركة بتاعتي جديدة، مفيش بقى عندي أي نتايج قديمة تقول لي مين الجمهور اللي بيجيب عميل كويس. طب اختاره ليه؟ تختاره لأنك لو اخترت اهتمامات من غير دليل، من غير فهم، من غير وعي، من غير تجربة سابقة، ممكن الإعلان ما يوصلش لناس كانت ممكن تشتري. يعني إيه؟ يعني أنا بقول لميتا دوري لي هنا في المساحة دي، لكن أنا ما اخترتش لها نوع الناس من دماغي. ده بقى أول نوع واللي إحنا بننصح بيه للناس اللي لسه بتبتدي، اللي لسه داخلين شركة ما عملتش حملات قبل كده، لسه عايزين داتا، ما فيش داتا، فبنقول لها طب ابدأي من غير اهتمامات، تيست اند سكيل. النوع التاني بقى انترست، يعني اهتمام، بس لما تحدد لي كام اهتمام ده مش اعتراف رسمي من ميتا انه خلاص العميل بيركب العربية وجاي يشتري منك. باختصار شديد لو عايزين نلخص موضوع الاهتمامات نقول ان ميتا بتشوف الشخص بيتابع ايه وبيتفاعل مع ايه، سلوكه ايه على المنصة، ومن هنا تبدأ تطلع لك تصنيفات تقول لك عقارات، يعني ناس مهتمة بالعقارات او اهتمت بالعقارات او اتفاعلت مع موضوعات تخص العقارات، استثمار عقاري، سفر وسياحة. طب اختارها امتى؟ اختارها لما يكون عندي فكرة واضحة عن العميل عايز تعمل بيها ايه، عايز اختبرها، عايز اختبر الناس المغتربة في السعودية او الامارات ولسه راجعين من اسبوع او اسبوعين، هل فعلا هيكون عندهم دافع او نيه ان هم يشتروا عقار؟ فانا عايز اعمل اد سيت بالاهتمام ده. عايز اختبر الناس اللي مهتمه بالاستثمار العقاري واعمل لهم اد سيت. عايز اختبر الناس اللي بتهتم بالعقارات بس بتتفاعل مع مواضيع العقارات فقط. فلما يكون بقى عندي حاجه عايز اختبرها ابدا احط اهتمامات. عندي بقى مشروع عقاري هدفه الاستثمار، فأجرب بقى ناس متى شايفاهم إن هم مهتمين وبيتفاعلوا مع البوستات أو مع المواضيع اللي تخص العقار أو تخص الاستثمار. يبقى اختارها ليه؟ لأن عندي سبب أجرب الناس دي الأول، أجرب الاهتمامات دي الأول. يا عم الله يخليك كلمنا بالبلدي كده، احنا عايزين نفهم يعني ايه عندي سبب. يعني عندي مشروع استثماري فطبيعي أجرب الناس المهتمة بالاستثمار، يبقى أنا هادخل على الاهتمامات وهاختار إيه؟ بالضبط كده investment، أو هاختار الناس المهتمة بالاستثمار. يبقى أنا كده عندي سبب أجرب أشوف الناس المهتمة بالاستثمار هتشتري في مشروعي والّا لأ.
يبقى خلّي بالك، مهتم بالعقارات أو الاستثمار ما تعنيش إنه جاهز يشتري، ده مجرد اهتمام إحنا بنجرّبه، يعني الاهتمام مش دليل إن الراجل ده معاه المُقدّم في جيبه وراكب عربيته وجاي لك في السكة. الاختيار التالت بالنسبة لنا هو الcustom audience. يعني إيه custom audience؟ يعني جمهور مخصص. يعني إيه جمهور مخصص؟ يعني ناس عملت حاجة معاك قبل كده، بس خلّي بالك عملت حاجة معاك مش معناها إن هي ضربتك أو أخدت منّك حاجة لا سمح الله، معناها إن هي شافت فيديو عندك، اتفاعلت على بوست معيّن، فتحت فورم بس ما كمّلتش أو كمّلته، عملت لايك أو كومنت، دخلوا على الموقع بتاعك لو أنت مشغّل التتبُّع. طَب أستخدمه إمتى؟ لمّا يكون عندي تفاعل حصل بالفعل وعايز أرجع أكلّم الناس دي تاني. طَب أستخدمه ليه؟ لإن الناس دي عرفتني خلاص، أنا صرفت عليهم في الحملة الأولى، فارجع أكلّمهم تاني، أشوفهم وقفوا فين وأقول لهم تعالوا ناخدوا الخطوة اللي بعدها، تعالوا شوفوا العرض الفلاني، تعالوا شوفوا المرحلة التانية، تعالوا شوفوا خطط السداد، تعالوا احجزوا معاينة، أبدأ أكلم ناس أنا بدأت معاها الحملات اللي فاتت. ببساطة دول ناس دخلوا المحل خلاص وبصوا على المشروع بتاعي والوحدات بتاعتي، فمش منطقي أسيبهم وأروح أدور على ناس جديدة بحملة جديدة وميزانية جديدة. الاختيار الرابع عندي هو لوكا لايك. يعني إيه لوكا لايك؟ يعني جمهور مشابه. أنا بدي متى مجموعة من العملاء اللي أنا شايفهم كويسين وأقول لها لو سمحتِ دوري لي على ناس شبههم بالضبط. طب أستخدمه إمتى؟ لما يكون عندي data نضيف، لما يكون عندي عملاء حجزوا قبل كده، ناس نزلت زيارات وما خلصتش بس معايا الداتا بتاعتها، أو ليدز بقى قسم المبيعات قال إن دول عملاء مؤهلين فعلًا بس لأي سبب ما كملوش. طب معلش يعني إيه ليد مؤهل؟ يعني شخص بيرد وميزانيته قريبة من سعر المشروع بتاعك وعنده سبب حقيقي يخليه يشتري وعايز المنطقة اللي مشروعك فيها. طب استخدمه ليه؟ عشان أوصل لناس جديدة شبه العملاء الكويسين اللي عندك. بس خلي بالك لو القايمة بتاعتك فيها أرقام غلط أو ناس مش بترد، ميتا هتدور لك على ناس شبههم برضه. يعني لو الداتا ملخبطة النتيجة هتطلع ملخبطة، ما تتذكاش بقى. هيجي واحد بقى يجنني دلوقتي ويقول لي طب ما ينفعش اشغل الاربعه مع بعض، هقول له لا، انا عايزك تسال نفسك سؤال واحد بس، انا معايا ايه دلوقتي؟ انا معيش حاجه والله. لا انا مش قصدي كده، انا قصدي معكش داتا ولسه ابيض، لسه جديد هتشتغل برود. طيب عندك توقع وعايز تختبره، يبقى انترست، هتختبر الناس اللي مهتمه بالاستثمار، هتختبر الناس اللي كانت مسافره ولسه راجعه من اسبوع او اسبوعين او متعوده على السفر، هتختبر الناس اللي شغاله في مجال العقارات اللي مهتمه بالعقارات. يبقى عندك توقع او عندك تصور عن العميل وعايز تختبره. كاستم اودينس يعني عندي ناس اتفاعلت معايا وعايز ارجع اكلمهم تاني. لوكا لايك يبقى عندي مجموعه عملاء مؤهلين وعايز ناس شبههم. بس كده يا سيدي، دي الخريطه اللي هنمشي عليها المحاضرات اللي جايه كلها. يعني اختيار الجمهور هو بداية اختبار وليس حكم نهائي. حلوة الصيغة دي؟ نجرب بقى وبعدها نسأل السيلز، هل الناس دي معاها المقدم؟ آه. هل الناس دي بترد؟ آه. هل الناس دي حجزت معاينة؟ خليك بقى معايا وما تروحش في أي حتة، عشان من أول المحاضرات الجاية هنبدأ ناخد حاجة حاجة بتوسع لغاية ما تبقى خبير في إعلانات ميتا للتسويق العقاري. المحاضرة الجاية إن شاء الله هناخد البرو بتوسع.